أهلا بحضراتكم. كنت حابب إن أنا أشارك مع حضراتكم بعض المواقف كده اللي اتعرضت لها خلال الشغل، واللي أتمنى إن محدش يتعرض لها، وفي نفس الوقت تبقى زي دروس مستفادة لينا كلنا، يعني بتقدر إن أنت تبقى جاهز لأي حاجة. في يوم إحنا كان جاي لنا المفروض في الفندق فوق حوالي 70 واحد. ده في عرف الفنادق ما فيهوش مشكلة، يعني بالذات لما يبقى انت فندق كبير، مثلا 500 أوضة 600 أوضة. ف70 واحد دول ممكن يبقوا 40 أوضة 30 أوضة، مش قصة يعني. بس هو جروب ليه شوية اهتمام، شوية ان يبقى الاستقبال والتشيك ان سريع والكلام ده كله. الجروب مثلا المفروض يوصل الساعة 11 الصبح. الساعة 11 الا ربع بيكلمني المندوب بتاع الفندق من المطار، بيقول لي ان الجروب هو اكتشف انهم من اخواتنا متحدي الإعاقة اللي عندهم صمم، يعني مش بيسمعوا. فهنا طبعا انت كمدير امن بقى عندك يعني حاجة تانية خالص، لان هو كده ما بقاش جروب عادي. طبعا مش عايزين نقول بقى ايه المشكلة والكوميونيكيشن وايه اللي حصل ومين اللي قال ومين اللي عمل، خلينا نتجاوز دي لان الجروب جايلك في السكة. فانت يعني ايه زي ما بيقولوا كده، انت مثلا ماشي وطوبة هتقع على راسك، يعني فمش مهم الطوبة وقعت منين دلوقتي، المهم راسي الحق الطوبة اما تقع على راسي، ولو وقعت على راسي اقدر اعمل ايه. فيعني برضو ربنا ألهمنا كلنا كده الصواب ان احنا بص بقى انك تقلب العيب لميزة، او ان انت تستغل الفرصة دي في انك حتى تعمل ماركتينج ليك. اول حاجة من عند ربنا كده اكتشفنا ان في 2 موظفين في الفندق، واحد احنا كنا معينينه 5% هو عنده صمم، فخليناه ده هو مندوب الفندق اللي هيستقبلهم. متخيل بقى انت جروب من متحدي الإعاقة بيستقبلهم واحد بيعرف نفس لغة الإشارة بتاعته. وفي موظف تاني كان عنده أخ متحدي إعاقة وعارف لغة الإشارة، فهو ده بقى برضه بقى زي الكونتاكت بيرسون ده مبدئيا. طيب انا كمدير امن بقى، ما هو الناس دي اللي هو عنده الصمم ده، لو الله لا يقدر حصل الارم، هو مش هيرسبوند، يعني مش هيقدر يسمع ويتجه لنقطة الاخلاء او. طب انا هعمل ايه؟ في طبعا اوض بتبقى مجهزة في الفنادق، بس يعني سوري يعني اتخن فندق هتلاقي فيه 5 اوض بالكتير، ده لو لقيتهم يعني. فدول هيبقوا حوالي 40 اوضه، اعمل ايه؟ برضو بسرعه كده حاولنا نعمل حاجه اسمها الالوكيشن، يعني نخلي الاوض قدر الامكان جنب بعض. طبعا احنا عارفين في عالم الفنادق في كاتيجوريز، يعني واحد حاجز سويت، واحد حاجز اوضه اغلى شويه اقل شويه، 3 في اوضه 2 في اوضه وهكذا. وحطينا ستيكر صغير اصفر كده، برضو علشان ما نحسسش الجست او الزبون ان هو يعني في حاجه، في مشكله عنده ان هو متحدي اعاقه. حطينا زي ستيكر كده على الباب من فوق. ايه اهميه الموضوع ده؟ ان انا عندي الراجل بتاع الدوريه السياره، الراجل بتاع الكاميرات، اي حد قريب من الاوض دي، وقت ما يبقى فيه لا قدر الله ايمرجنسي، هيبقى عارف ان الاوضه دي هي الاولى بالرعايه، او الاولى ان انا اعمل لها الفيرست ريسبونس، لان السليم هيقدر يتصرف ويقدر يسمع وكده، انما الناس دي لا. الحمد لله. ويعني تو كات لونج ستوري شورت، الزياره دي كانت من انجح الزيارات. الناس دي راحت فنادق كتير قوي، مش عايز اقول ما لقيتش اللي ما لقيتوش عندنا، بس لا لقيت سنسير كير عندنا اكتر. فكانت يعني وسيله ماركتينج ووسيله براندنج، وكانت تجربه جميله. طبعا بالنسبه لنا احنا كأمن، من قمه التوتر للهندله لغايه لما الحمد لله الزياره بتمر بسلام. اه احنا كنا زي اللي واقفين على طراطيف صوابعنا ودايما اليرتد، ولو في اي حاجه يعني بنريسبوند بحساسيه جدا، ولكن في النهايه الحمد لله احنا بنحول ايا كان الخطا، لان احنا وان تيم وان جول، ايا كان اللي خطا ايا كان اللي حصل، لحاجه ميزه وحاجه تبين برضو قد ايه احنا كسكيورتي كفندق احنا قد ايه بروفيشنال. متشرف بيكم.